البارح طلقت ستوري نهضر فيها على قصه بابي جانج بشكل مختصر، حتى نتفاجئ باللي مورا الفيديو تاعي بات لك ستوري بابي جانج كاتب فيها ذا اند، ومن ورا هذا الشيء كامل الناس حسبت باللي هذه هي النهايه تاع بابي جانج وراه يحبس الموسيقى وراه يحبس المشوار تاعو تاع الغناء. لا جماعه، من ورا بابي جانج طلق ثاني ستوري وكاتب فيها بدايه صفحه جديده كي تجي ترجمها. بابي جانج قال في احد الانترفيو انه حلمه يولي ممثل ولا يولي رايس كيما قال هو اصلا يا جماعه ماهوش حاب يكمل يبقى مغني حياته كامل. هو قال اني نحبس الغناء بصح ما شكيتش انه يحبس في الوقت هذا، مع انه راح يطلق دي زالبوم جدد وبدا دي فيتشرينغ دي فري ستايل، وطلق الاغنيه تاعو ما ترجمس اللي هي مادوس، واللي جاب التفاعل يا جماعه واقبال الجماهير الفرنسيه والايطاليه وبالخصوص شمال افريقيا. انا خرجت وهضرت خطر على بالي بلي دوك كاينين عباد راهين يخرجوا يدخلوا اشاعات على بابي جانج ويقول لك باف نا ما على باليش وش هي. المهم يا جماعه بابي جانج بالك قاعد يوجد في روحه باه يطلق حاجه جديده باه يفرح فيها لي بيبليك تاعو، خصوصا مع انه عنده دركا كارير كبيره الله يبارك ولازم تسمى يحافظ على البيبليك تاعو. فما انا بدلت صورة القناة الهادية يا جماعة اللي جايك جول وانتد، خاطر دوك مش حنجيبوها غير محتوى انتقاد، راح نطوروا شوية في المحتوى تاعنا حتى ما نجيبو الدرع تاعنا اليوتيوب. وهذه هي الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه.